هل كل كلمة بتتقال مني أو من غيري باسم التنمية الذاتية مناسبة ليكي؟ في حلقة النهاردة هتكلم عن موضوع ممكن بالنسبة للبعض منكم يكون صدمة، بس كان لازم أتكلم فيه، خصوصا بعد ما بقى عندي بنات وناس كتيرة جدا بيسمعوني. كل يوم والتاني نصحى نلاقي شخص جديد ظهر على الساحة عمل له كام فيديو بيقدم فيه النصيحة للناس، وأولهم أنا. وفيديوهات هنا وبوستات هنا بتنزل علينا ولا كأنها وحي. ويجي السؤال بقى، هل كل كلمة بتتقال مناسبة ليكي؟ طب هل الشخص اللي بيتكلم فاهم ظروفك، ولا هو مجرد شخص ادى لنفسه الحق في انه يحكم عليكي باسم التنمية الذاتية وخلاص؟ فخلونا نبدأ حلقتنا ونجاوب على الأسئلة دي، ونفهم امتى نسمع وامتى نقبل وامتى نفلتر، وازاي نحمي نفسنا من السموم اللي ممكن تدخل عقلنا باسم النصيحة. مشروبك وتعالي اسمعي. امتى اسمع النصيحة واقبلها؟ مش اي واحد ولا واحدة عملت كام فيديو واتكلمت معاكوا شوية عن الثقة بالنفس والتنمية الذاتية تنفع تكون ريفرنس ليكي. هل البنت دي عاشت ظروفك؟ طب هل البنت دي او الشخص ده مر بنفس تجربتك؟ طب هل عاش وحس بوجعك؟ لأ، يبقى مش من حقه يرمي لك كلمتين على أساس النصيحة ويجبرك إنك تسمعيهم، علشان بس هو عايش دور مش دوره ومستني الناس تسقف له على الكلمتين اللي بيقولهم. مش كل كلام مترتب ومنمق وعميق صح، ولا كل اللي بيقوله هتلاقوه بيعمل بيه، وأولهم أنا. علشان كده أنا دايما في أي فيديو بقول أنا بحكي وبقول من وجهة نظري أنا. كل واحد فيكم يعمل اللي يناسبه هو ويمشي بظروفه هو، ما بطلعش افرض رأيي على الناس. ولحد النهارده انا ما طلعتش في ولا فيديو تقريبا قلت على نفسي اني انفلونسر، ولا انا شخص بتاع تنمية ذاتية، ولا كل الكلام ده. انا مجرد شخصية بتشوف نماذج بتعاني من مواضيع معينة، وانا شخصيا اوقات بمر بمواقف او بشوف حاجات شبهها فبطلع اتكلم فيها معاكم. وحتى لما بتكلم معاكم بيبقى من باب اني بنصح نفسي وبوجه نفسي قبل ما بوجهكم وقبل ما بنصحكم. وعايزاكم تعرفوا ان مش كل الكلام اللي انا بطلع اقوله لكم بعمله، بس على قد ما بقدر بحاول اعمل ده. انا بغير وبطور من نفسي معاكم زيكم بالظبط. فاوعوا تفكروا اني عشان طلعت قلت لكم اعملوا كده وما تعملوش كده ابقى انا الشخصيه الواو اللي ماشيه في طريق مستقيم ما بتغلطش. بالعكس، انا التلات ارباع الكلام والفيديوز ببقى بعملهم من باب التشجيع ليا قبلكم. فيا ريت الصورة الكاملة اللي بترسموها للشخص اللي بيقدم لكم كام كلمة مرصوصين جنب بعض بشكل مثالي ومنمق غيروها، وما تاخدوش كلامه تحطوه هنا من غير ما تعقلوه لمجرد انه بيبان قد ايه شخص جامد ومثقف وناضج. اوقات كتيرة جدا الشخصيات اللي زي دي بتخبي مساوئها ورا شاشة الموبايل، واوقات تانية زي ما قلت بتكون بتشجع نفسها قبلكم. ومش شرط الاشخاص بتوع السوشيال ميديا بس، على فكرة اللي على ارض الواقع كمان، صاحبتك، حد من اهلك، شخص اكبر منك، ايا كان مش لازم يكونوا دايما صح. ما تحطيش شخص كمرجع اساسي ليكي تستقبلي منه كل حاجة من غير فلترة ولا تفكير. انتي من حقك ترفضي النصيحة مهما كان الشخص اللي قدامك ده درجة ثقافته ووعيه واصلة لايه. من حقك تقولي الكلام والنصيحة دي مش ليا دلوقتي، حتى لو شايفينك بتبالغي. الناس دايما بتشوف وبتقول اللي يعجبها، وانتي دورك تسمعي وتقبلي اللي يناسبك. احنا مش في زريبة كل اللي رايح واللي جاي يكون هو المرجع اللي يمشينا. وعلى فكرة برضو مش كل اسلوب تسمحي انك تقبليه، يعني في اشخاص اسلوبها هجومي دايما وممكن تنصح النصيحة وهي بتقلل منك. مش هقدر احكم بيكون عن قصد ولا لا، ولكن ما تسمحيش بكده. اوقات ممكن تكون دي الضربة اللي تفوقك في وقت ما بتبقيش حاسة بنفسك ولا بتصرفاتك فيه، وبيكون ده حل، ولكن ما يكونش ده اسلوب النصيحة اللي تقبلي بيه دايما. اصل في فرق بين اني اقولك خلي بالك من نفسك واهتمي بنفسك، واني اقولك انتي مهملة قوي في نفسك. ناس كتيرة فاكرة ان المهم هو الكلام نفسه، ولكن الطريقة اللي بيتقال بيها الكلام هي اللي بيكون ليها تأثير اقوى من الكلام نفسه. جملة واحدة ممكن تتقال بنية الدعم، ولكن الاسلوب اترجم عندك انه بيضغطك. طيب الحل بقى عشان ما نتأثرش بأي كلمة ولا نسمع نصيحة مش ماشية مع ظروفنا نعمل ايه؟ اول حاجه اعملي وقفه قبل ما تدخلي اي حرف عقلك. اسالي نفسك، هل انا محتاجه الكلام ده دلوقتي، ولا انا محتاجه اهدى واعالج نفسي الاول؟ تاني حاجه فلتري المشاعر. حاولي دايما تفصلي بين النصيحه والكلام نفسه وبين احساسك تجاه اللي قاله. يعني فكري دايما في انه ممكن يكون عاوز يساعد بس طريقته مش احسن حاجه.
لو وصلتي للمرحلة دي هتوفري على نفسك جلد ذات كتير. تالت حاجة، اعترضي. لو الأسلوب أو الطريقة أذتك اعترضي وقوليها بكل صراحة، قولي إنك اتضايقتي من الطريقة. لو كانت بشكل أرقى كان ممكن تقبليها وقتها، وعلى فكرة انت كده مش بتدافع عن نفسك، انت بتحترميها. رابع حاجة، سيبي مساحة نفسية بينك وبين الناس اللي اسلوبهم سيء في النصيحة. مش لازم تقطعي علاقتك بيهم، لان ممكن يكون فرد من اهلك، ولكن قللي من تأثيرهم عليكي. وبعد كده لو جه يوجه لك النصيحة قولي له بأدب: انا بحترمك، ولكن مش هقبل اني اسمح نصيحة من حد تاني. لو انت بقى من الاشخاص اللي دايما بتوجه النصيحة، ارجوكي اختاري التوقيت. ما ينفعش يبقى الشخص اللي قدامك منهار وتقومي تتفلسفي وترمي له نصيحة. احترمي مشاعره، ولو مش هتعرفي تطبطبي اسكتي، لان الكلمة الصح في الوقت الغلط بتهد ما بتبنيش. تاني حاجة، اسألي قبل ما تفكري تنصحي. يمكن الشخص ده مش حابب يسمع نصيحة وعاوز يفضفض بس كده. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.